السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخنا من سمسم الألفوية. مطبخي المتواضع اللي ديما نحوس على الحاجة الاقتصادية باش نقدمها لمتتبعاتي، خاصة متتبعاتي. هنايا حبيت نقدم لكم هذا الشبح الصفراء اللي خدمته بطريقة خبز الباي، وهذه الطريقة جد سهلة واقتصادية لدرجة متصوريهاش. انا جربتها بزوج طرق. هنايا خدمتها في مكان شبح الصفراء وخرجت هايله، مش راح يتخسر معك مع الطاجين الحلو. وثاني خدمتها على شكل بسبوسه كما راكم تشوفوا، الشكل تاعها جاي باهي. هذه لقطات من بعض مائده الافطار تاعي. وهنايا عدي درتها ثاني كبسبوسه فرديه. زينتها بشويه شونتي من الفوق كما راكم تشوفوا. هذه الطريقه جد سهله ومقاديرها جد اقتصاديه. حبيتي ديرها كبسبوسه، حبيتي ديرها كشبح الصفراء، كيما حبيتي. المهم هي لاغوسه تاع خبز الباي. واذا عجبتك كملي لا فيديو باش تشوفي طريقه صنعها. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هنايا عندنا زوج حبات تاع بيض، عندنا كاس تاع سميد رطب، سميد عادي. وهنا عندنا الكاس الاخر ما بين الخبز اليابس وبين الكاوكاو. واذا عندك شويه نواة كوكو تقدري ثاني تزيديها معاهم. وهنايا انا درت نواة كوكو وحدها. نخلطوا كامل المقادير مع بعض. وهنا عندنا كاس تاع حليب نزيدوه لهذيك المقادير. كما قلت لكم مقادير جد اقتصاديه. هنا عندنا الزيت، 3 معالق، 4، 5، 6 معالق تاع زيت. نديرهم في زوج حبات تاع بيض، والله ربع كاس تاع زيت. هنايا عندي لاغوم تاع البنان تعطيها واحد الذوق هايل. وعندي باكيت تاع خميرة الحلويات. خلط كامل المقادير مع بعض. طريقة جد سهلة وعملية. ليه تكملي. هنا عندي السكر، 5 معالق تاع السكر راني نسيتو، زدتهم من الاخر. وهنا عندي شويه تاع فانيليا. نزيد نكمل كامل المقادير هذو نخلطهم مع بعض. وبلا ما نساو الملح. من بعد اللي خلطتهم نخليهم يرتاحوا على الاقل 5 دقائق باش نعاود نكمل. بعد 5 دقائق تلقاي الخليط تاعك نشف بهذه الطريقه. تبداي تزيدي في الحليب. الحليب كل هنايا انا زدت 3 معالق ونشوف اذا خصني نقدر نزيد. هنايا نحتاجو هذا الموس تاع السيليكون، لازم تدهنيه مليح بالزيت وزيدي زرزري عليه شويه تاع سميد باش هكذاك تضمني باللي البسبوسه ولا خبز البيت تاعك مش رايح يلصق لك في المولاس. نعمروهم عادي كما قلت لكم. الخليط لازم يكون شويه يكون خفيف. اذا شتيه شويه نشف، عفوا، تقدري تزيدي له شويه الحليب. لازم يكون بهذا القوام، ما يكونش ثقيل وما يكونش في نفس الوقت خفيف. وبعد ما عمرت ليمون تاعي راح نحطهم في الفور يطيبوا. هنا راني وجدت في الشربات درت واحدة طرونش تاع ليمون، كاس ونص تاع السكر و3 كيسان تاع ماء. راح نحطهم فوق النار يغلو. كي يبداو يغلو نحسب 15 دقيقة، من بعد نطفي عليهم. راني حضرت انا هذا الشربات على جال هذه الخبز الباي. انا درته اليوم كبسبوسة، ما استعملتوش كشبح الصفراء. على بهذيك وجدت له هذا الشربات. هنا زدت شويه لاغوم تاع البنان باش هكاك نعزز النكهه تاع البسبوسه تاعي. صدقوني تجي هايله وما تبانش طول بلي خدمتيها بالخبز. هنايا راح نزينها بشويه كريم شانتي. اما اذا استعملتي هذا خبز البيك شبح الصفراء، من بعد ما يوجد الطاجين الحلو تاعك حطيهم في لاصوص هذيك واحد 5 دقائق بعد ما يتشربوا تقدري تستعمليه. هذه هي البسبوسه تاعي بعد ما زينتها بالشونتي. وانا صراحه هذه طريقه الوصفه تاع خبز الباي اعتمدتها بها هذا رمضان. وجدت منها كميه معتبره. ووليت كل ما نطيب الطاجين الحلو تاعي كي نبغي نطفي عليه واحد 5 دقائق ونحط هذاك الخبز الباي اللي درته على شكل شبح الصفراء. واعتمدته في هذا رمضان. طريقه جد سهله ومقادير جد بسيطه. هذه هي الغوصة تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تسيوها وتردوا عليا في التعليقات باش هكذاك نعرف اسكو نجحت معاكم ولا والو. ومع السلامه في وصفه قادمه ان شاء الله.